هاد العجل الصغير شراه الصديق ديالي نهار السوق. شوفوا مسكين شحال باقي راهي من الرضاعه، وباقي في حاله الحضانه ديال مو اخواني الكرام. فباقي كيرضاع، واللي جاي يتمحك عليه ويرومو سبحان الله العظيم اليفا مؤلفه. وانا اخواني الكرام ما كنبغيش العجوله الصغار يتباعوا في هذا السن، وما كنبغيهمش يتشراو في هذا السن. في حاله وفي حاله اخرى كنبغيهم يتباعوا في هذا السن ويتشراو في هذا السن. ما كنبغيهمش يتباعوا الا كان شي واحد حيدو لمو، يعني يفجعه هو وفجع عمو، ويقدر يشريه واحد والعجل ما يشبعش حليب ويتكسر في النمو ديالو ويتكسر في الجانب المعنوي ديالو. داك الحنان ديال الام ما غياخذوش هذا من غير انه عمره ينمو مزيان حيت تكسر من الحليب. وفي الحاله الاخرى كنبغيه يتباع في هذا السن، وكنبغيه يتشرى في هذا السن، على ود انه الى بعض المرات عجل بحال هذا ماتت امه كيولي عجل يتيم. ماتت امه مزيان يتباع. وشكون ياخذو؟ ياخذو واحد حتى هو عنده بقره مات ليها ولدها، ولا بقره حلابه وباغي يدير ليها اضافه عجل اخر، يعني يجيب لها ولد اخر يروموا لها، تكون بقره حنينه بقره عاقله بقره حلابه. وداك السيد كيكون ما كيبيعش الحليب فكياخذ ليه عجل بحال هذا يروموا لها. فهذا يعني ربح مادي وربح معنوي وربح حتى في مساله الاجر والحسنات. علاش؟ لانك واحد الولد كانت تحرم هذيك الحياه الطبيعيه ديالو، وانت رممتيها ليه، عطيتيه حياه بديله موازيه مع الحياه الطبيعيه الفطريه اللي خاصو يعيشها.